بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت من غير زبدة ولا قشطة، وهقول لكم الفرق بينه وبين اللي معمول بالزبدة. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها ويفرحنا. يلا نشوف عملنا الفطير ده ازاي. اول حاجه هجيب طبق اضيف فيه كوبايه ونص من الميه بالمج العادي بتاع الشاي. بعد كده هضيف عليهم حوالي نص معلقه صغيره من الملح وثلاث معالق كبار من السكر. لو حابه تزودي السكر تخلي 4 معالق براحتك. بعد كده هندوب السكر خالص ونتاكد انه داب معانا في الميه. بعد ما دوبنا السكر، معايا كوباية مية انا كده مخليها جنبي، وهنا معايا كيلو من الدقيق هضيفه على المية كده وهنعجنه. اهم حاجة في نجاح الفطير انك تعجنيه كويس وتديله حقه في العجن. كوباية المية دي هزود منها شوية بشوية. بعد كده هنزل بكوباية المية اللي معايا شوية بشوية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هقول لكم اخد كيلو الدقيق مني مية قد ايه. زي ما احنا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني يا جماعة. بعد كده اهو زي ما احنا شايفين، انا هنا لغاية حد هنا يعني اخد مني كوبايتين ونص من المج اللي احنا شايفينه. اخد كوبايتين ونص ووصلت لقوام العجينة اللي احنا شايفينه ده. هنا هسيبها حوالي 5 دقايق تريح وارجع لها تاني. وهنا بعد ما العجينة ارتاحت 5 دقايق وايديك كمان ارتاحت 5 دقايق، معايا نص كوباية من المية وهبتدي اعجن في العجينة وهوريكم القوام اللي احنا هنوصل له وشكل العجينة. الكيلو الدقيق معايا اخد 3 كوبايات من المية. اهو يا جماعة شايفين العجينة عاملة ازاي. خدت 3 كوبايات من المية والقوام بتاعها ولا ناشف يعني مش يابس ولا طري، بس هي فيها سنة التلزيقة اللي احنا شايفينها دي. وبعد كده علشان تعرفي العجين مظبوط معاكي ولا لا، شوفي بايديكي التانية اللي هي ما فيهاش عجين خالص. شايفين العجينة حلوة وبتمط معايا ازاي. هنا كده انا لميت العجينة وغلفتها بالزيت، والطبق اللي انا هسندها فيه برضو دهناه بالزيت، وهسيبها ترتاح معايا حوالي نص ساعة او ساعة حسب الوقت ما عندك يسمح. يفضل ساعة او اكتر شوية. بعد كده معايا صينية دهنتها دهنة زيت. وبعدين شايفين العجينة بعد ما ريحناها يا جماعة، شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله بتمط معايا وفردة ازاي من قبل ما نشتغل فيها. بعد كده هكورها، هعملها حوالي 20 كورة. كل فطيرة معايا هتاخد 5 كور. يعني انا عملت 4 فطيرات من كيلو الدقيق ده. انتي لو حابة تخلي الرجات اكتر ممكن تعمليهم 24 وتعملي 4 فطيرات. كل فطيرة 6 رجات. خلصنا العجينة كده تقطيع. بعد كده هنديها دهنة من الزيت من فوق علشان الوش بتاعه ما ينشفش، وهنغطيها بكيس وهنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما نشتغل فيها. بعد كده المادة الدهنية اللي معايا هنا دي حوالي كوباية، انا عاملاها خليط ما بين الزيت والسمنة. بعد كده دهنت الرخامة وهجيب اول كورة انا يعني هي اللي قطعتها هتكون ارتاحت اكتر، هي اللي هشتغل فيها اول واحدة. وهو زي ما احنا شايفين بنفرد من جوه لبره من جوه لبره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ولو حصل فيها تقطعات خفيفة ما تقلقيش، التقطعات دي كلها هتتدارى. اهم حاجة اخر راج هو اللي نحافظ عليه على قد ما نقدر انه ما يتقطعش مننا. شايفين اهو بعد ما فردنا الفطيرة بالشكل اللي احنا شايفينه اوراق الفطير، اللي هنديها دهنة كده من الخليط السمنة والزيت اللي معانا وهنبتدي نطبقها. ده تاني راج في الفطيرة الاولى. وهو بقول لكم بناخد من النص لبره من النص لبره، وزي ما احنا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله
العجينة ماشية معايا اخر حلاوة. يعني زي ما انتي عجناها كويس وخدماها كويس هتديكي نتيجة حلوة ان شاء الله، ومريحاها فمش هتتعبك في الفرد. وزي ما قلتلك لو حصل فيها اي تقطيع زي كده ما تقلقيش. ولما بنطبقها بندهن دهنة سمنة بين الطبقات زي ما احنا شايفين. اهم حاجة اخر كورة اخر راج هنحط فيه الفطيرة هو اللي نحافظ عليه على قد ما نقدر انه ما يتقطعش مننا. وده يا جماعة زي ما احنا شايفين كده فردته، ده الراج رقم 5 والاخير. يعني كده احنا يعتبر خلصنا اول فطيرة. كده هنطبق، وكل ما نطبق هندي دهنة من الزيت، وهيكون كده مدهنين صينية دهنة زيت او سمنة. ولفينا كده الفطيرة على شكل كورة، وهحطها في الصينية زي ما هنشوف، وهنسيبها كمان ترتاح. بعد ما هحطها كده في الصينية هغطيها بكيس وهسيبها تريح. وهنا ابتدينا كده بنفرد في الفطيرة التانية اهو، شايفين بناخد من النص البره، وبعدين برضو بنركز على الاطراف كمان نفردها كويس علشان ما تكونش تخينة معانا. كده انا طبقتها وهعملها على شكل كورة، وهبتدي افرد في الراج التاني. ممكن لو عندك سمنة بلدي تشتغلي بيها، بس انا عملت بالسمنة النباتين بس للأمانة يعني النتيجة ما كانتش حلوة زي اللي بيكون بالزبدة. انا عملت الفطير كذا مرة على القناة وطلع حلو معايا جدا جدا. كنت بشتغل بزبدة عادية اللي هي الكريستال، يعني نوع مش غالي، يمكن ارخص انواع الزبدة. وهنا انا كنت وصلت للراج الخامس، يعني اخر راج في الفطيرة التانية، وهو بندهن دهنة من السمنة والزيت وغلفناها. وزي ما قلت لكم اخر راج على قد ما نقدر ان نحافظ عليه انه يطلع ما يتقطعش معانا يا جماعة. وهنلفها كده على شكل كورة، وهريحها في الصينية برضو لحد ما اخلص كمية الفطير اللي معايا وارجع لكم. اهو برضو هنغطيها بكيس. بعد ما خلصنا الفطير بتاعنا فرد وارتاح، هنجيب اول واحدة ريحناها ودهنا ايدينا كده دهنة من السمنة، وهنبتدي نفردها. هتفرد معانا بكل سهولة في الصينية. شايفين اهي مش بترد معايا ولا حاجة. ودي الفطيرة التانية، وبعد كده هفرد بقية الفطير اللي معايا. ودول الفطرتين التانيين. وكده بعد ما فردناهم لو حابة تدهنيهم قشطة يبقى قبل ما تدخليهم الفرن مباشرة، وبرضو سيبيهم دقيقتين 3 قبل ما يخشوا الفرن. طبعا الفطير بتاعنا هندخله على درجة حرارة عالية، وهوريكم شكله بعد ما يستوي. وده شكل الفطير بعد ما استوى معانا وبرد. هو طري يا جماعة بس للأمانة مش طري زي طبعا اللي بيكون فردينه بالزبدة أو في نسبة من الزبدة. يعني ده فيه سنة جرمشة شوية. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.